إذا متحيرة واش تعملي حلوى، فهذه الحلوى من أسهل وألذ وأروع الحلويات اللي لازم تجربيها يعني، بزاف بنينة وما تديش الوقت يعني وما تعبش. أنا نشوف هذه أسهل حلوى يعني، أنا راح نعتمدها دائمًا. يعني أسهل حلوى ما تديش الوقت يعني، ما تديش ثم توجديها وتطيبيها يعني، ما تديلكش الوقت ما تديش وما تعبش يعني، مش كيما الحلويات اللي تتعب. مثلًا أنا عندي أكثر حلوى تتعبني هي السيجار يعني يعني ما نحبش نعمله خلاص. بزاف حلويات يتعبوا ثاني، بزاف عندنا حلويات أولهم السيجار أنا عندي، فلازم هذه الحلوى لازم تعملوها. يعني وحتى البنات الصغار اللي مازالوا يتعلموا ننصحك ابدأي بهذه الحلوى مثلًا هذه، اعملي العرايش تبان لي ساهلة، أنا اعملي مقروط يبان ساهل. فراح نروحوا للمقادير، لهنا عندي كيلة نتاع زبدة دايبة، كيلة زبدة ذوبتها. الكيلة هي تاعي وش هي كاس نتاع 250 ملي. راح نضيف لها 4 كيلات نتاع فرينة، 3 كيلات، وراح نضيف الكيلة الرابعة نديرها ناقصة شوية تاع فرينة، فهمتوا كيفاش؟ وراح نضيف لها شوي فانيليا، شوي ملح، وراح نلمها وبيضة حبة بيض، وراح نضيف لها نلمها بالماء الزهر. نتمنى إنه الشرح نتاعي يوصل لكم الفكرة. راح نلمها بالماء الزهر كيما هكذا، يعني العجينة ما لازمش تكون ناشفة خلاص يعني، فهمتوا كيفاش؟ بعد ما بسستها بإيدي لميتها بالماء زهر، راح نديرها في كيس بلاستيكي كيما هكذا ونخليها تريح يعني بينما كملت شغلي. خليها مدة ساعتين، خلوها مدة ساعتين. المهم عندي كيلة نتاع فرينة حمصتها، كيلة تاع جنجلان محمص، 3 كيلات كاوكاو، ملعقة كبيرة نتاع كاكاو، ملعقة كبيرة تاع زبدة، شوية رشة فانيليا، وراح ندير لها تقريبا نصف كاس نتاع عسل. راح نجملها بالعسل، العسل اللي راني خدمته معاكم يجيب اسهل طريقه هكذا، ونبدا نجمع فيها كما راكم تشوفوا. وراح ندير لها الشاميه، راح ندير لها شويه من حلوى الترك باش تعطيها واحد البنه كما هكذا، فهمتوا كيفاش؟ تجي بزاف بنينه بحلوى الترك. وراح نضيف لها الماء زهر حتى نجمعها، فهمتوا كيفاش؟ يعني اسهل ما يكون هذا الحشو يعني كلش واضح، كلش راه واضح. نتمنى اني وصلت الفكرة. وبعد ما خليتها ريحت ساعتين، قسمتها على 5، العجينة نقسموها على 5 والحشوة نقسموها على 5. وراح نحل العجينة كما هكذا على طول الصينية هذيك نتاعي، وراح نبدا نعملها كما المقروط. شوفوا كيفاش ندير هكذا حربوش كما المقروط. اذا عندكم ميزان اكيد يسهل لكم اكثر، بصح انا عمري ما عملت بالميزان ولا ما شريتوش يعني، ما جاتش مناسبة اني نشري، بصح لازم نشريه لاني نحتاج فيه اشياء اخرى. المهم راح نبدا ديروا لها لوز ايفيلي وجبن او كاوكاو ايفيلي. شوفوا هكذا ببانسو راح ندهنوها ببياض البيض، وراح هكذا نلفوا عليها هذا الورق تاع الزبده ولا كيس بلاستيكي تخدموا به، المهم كما هكذا. ونبداو نلفوا عليها نديروا لها نرمدوها مليح في داك اللوز او الكاوكاو كما عندكم نتوما. وتقدروا اللي يحبوا الجنجلان بزاف، كاين ناس يحبوا الجنجلان على اي مكسرات كما الام نتاعي يعني تحب الجنجلان على اي مكسرات ممكن تصورها. فممكن تستعملوا المكسرات في هذه المرحله على اي على اي مكسر، تستعملوا الجنجلان عفوا على اي مكسرات. فنبداو نقطعوا فيهم هكذا مقروطات هكذا كما راكم تشوفوا بهذا الشكل، ولا تقدروا ديروهم فقط كل مربعات، بصح هذا الشكل افضل يجي يعني سهله الحلوى هذه. يعني تبان لي هذه اسهل حلوى. بعد ما طابت لي راح نشوفوها حمارت من تحت، تجبدي كيما تشوفيها حمارت من تحت وتشوفيها من فوق خلاص نشفت، راح تبداي تعسلي فيها. راح نعسلها كيما هكذا ونخليها تريح في العسل نتاعها كيما تحب يعني. شوفوا المعسلات الكل نخليهم يريحوا في العسل نتاعهم، نعسلهم ونخليهم. شوفوا كيفاش لهنا الحلوى اللي اسهل حلوى يعني جاتني ما تعبتنيش خلاص. فهاي النهائي، الشكل النهائي نتاعها بزاف مليحه. نتمنى انكم تجربوها، انكم تدعموني لانه الصفحه نتاعي تستحق الدعم. شوفوا كيفاش نعطيكم الوصفات بسهوله يعني وينجحوا 100% يعني. لو الوصفه ما تنجحش فانا اكيد مش راح نحطها يعني، ما نخدعش الناس. كاين اللي يحطوا الوصفه
حتى تعود مش ناجحة ويحطوها وتفسد عادي عندهم. فأنا نحط لك غير الوصفة يعني اللي تنجح إن شاء الله وتكون سهلة. أنا الهدف تاعي إني نحط الوصفات لأني أنا نحب الوصفة السهلة، ما نحبش حاجة تعبني، أنا ما نحبش نقضي كل اليوم في المطبخ. صدقوني أنا هكذا، أنا إنسانة مش لأني كسولة ولا حاجة، بصح كاين أشياء أولويات أكثر من إنك تقضي كل اليوم في المطبخ نتاعك يعني. فنتمنى إنه الصفحة نتاعي تنال إعجابكم وإنها تفيدكم بالحق يعني، ونتمنى أنكم تدعموني لأنها بالفعل تستحق الدعم. والسلام عليكم.